السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة يا شباب هنحل مع بعض تدريبات درس رد الجميل، كتاب المدرسة اللغة العربية الصف الرابع صفحة 52 و53 و54. يا ريت يا بطل ما تنساش تدعمني بلايك جميل كده منك، حط لي لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من حل التدريبات والواجبات بأمر الله. حط لي لايك للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد من أصدقائك وزمايلك، ونقول بسم الله. نشاط واحد بيقول لك: بإحدى قرى مصر وفي أجواء مفعمة بالخطر سأل عمر أباه خائفا: ماذا سنفعل يا أبي؟ نظر الأب إليه نظرة مليئة بالحيرة والقلق عما سيحدث في الأيام المقبلة. تعبر هذه الفقرة عن خطر بيهدد أهل القرية. تخيل ما هذا الخطر، وهل استطاعوا التغلب عليه أم لا؟ طبعا الخطر اللي بيصيب القرية أو بيهدد أهل القرية هتقول له: مرض غامض بيصيب الجلد وبيملأ القرية. مرض غامض بيصيب الجلد ويملأ القرية. هل القرية قدرت ان هي تتغلب عليه؟ هتقول له: نعم، استطاعوا أن يتغلبوا عليه. استطاعوا أن يتغلبوا عليه. طيب نيجي يا بطل النشاط 2، بيقولك: استنتج معنى الكلمة من السياق واكتب معناها من المعجم. طيب بيقولك هنا مفعمة معناها ايه؟ بيقولك: مشاعري نحو بلادي مفعمة بالحب والعطاء، يعني ممتلئة. مفعمة يعني ممتلئة. طيب الحيرة: وقعت في حيرة من أمري، هل أمارس كرة القدم أم السلة؟ يبقى ده اسمه تردد، الحيرة اللي هي التردد. طيب لهفة: قابل الطفل جده بلهفة بعد طول غياب. لهفة يعني شو، لهفة يعني ايه يا بطل؟ شو. دار بيني وبين صديقي حديث طويل عن آداب الحوار. دار يعني جرى، يبقى جرى حوار بيني وبين صديقي. طيب يا بطل يفرغ معناها ايه؟ انتظر الولد حتى يفرغ ابوه من صلاته. يفرغ يعني ينتهي. يفرغ يعني ايه؟ ينتهي. نبوغ: أثبت العالم العربي نبوغه في كل المجالات. نبوغه يعني عبقريته. طيب غامض: اكتشف أخي سرا غامضا في حل اللغز. يعني غامض يعني مجهول. خلاص يا بطل حلنا صفحة 52، ننتقل لصفحة 53. ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. لك هنا أجب عن الأسئلة الآتية: بما كان يشعر والد عمر ولماذا؟ هتقول له: بيشعر بالحيرة والقلق لانتشار المرض الجلد الغامض. يبقى والد عمر كان بيشعر بإيه؟ بالحيرة والقلق. طب ليه؟ بيقول لك لماذا؟ هتقول له: لانتشار المرض الجلد الغامض. طيب لما عاد مدحت إلى القرية؟ ليه الدكتور مدحت رجع للقرية تاني؟ هتقول له: ليرد الجميل لأهل قريته. ليرد الجميل لأهل قريته. طيب جميل جدا يا بطل. بيقولك: في رأيك كيف استفادت القرية من تعاون أهلها؟ إزاي القرية استفادوا من التعاون مع بعض؟ هتقولوا: ساعد التعاون في تعافي كل المرضى. التعاون شيء جميل جدا يا شباب، لازم تتعاون مع والدتك في البيت، مع صديقك في الفصل، بس دايما تتعاونوا في الخير مش في الشر. يبقى ساعد التعاون في تعافي كل المرضى. طيب استخرج من النص مضاد واضح. واضح عكسها ايه؟ هتقول له غامض. حاجة واضحة عكسها ايه؟ حاجة غامضة انا مش فاهمها. طيب مضاد امان عكسها ايه؟ حاجة امنة عكسها ايه؟ خطر. طيب مرادف او معنى ينتهي. ينتهي يعني ايه؟ يعني يفرغ. انا انتهيت من حاجة يعني خلصتها، يعني فرغتها خلاص. طيب حان الان وقت القراءة الجهرية. يتبع تعليمات معلمك. لاحظ واكتشف. اقرأ ولاحظ. دخل المعلم الفصل ثم سأل تلاميذه: إن أردت أن تتكلم عن نفسك فماذا تقول؟ فقام أحدهم قائلا: أنا تلميذ بالصف الرابع. ثم تابع قائلا: وإن أردنا أن نتحدث عن أنفسنا، لو عايزين بقى نتكلم كلنا مع بعض هنقول إيه؟ فرد واحد آخر فقال آخر: نحن تلاميذ بالصف الرابع. طيب معنى ذلك يا بطل، بيقول لك: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. إذا أردت أن أتكلم وأعبر عن نفسي هستخدم إيه؟ أنا ولا نحن؟ هقول أنا كذا، أنا طالب، أنا مجتهد، أنا تلميذ. يبقى أنا. إذا أردنا أن نتكلم ونعبر عن أنفسنا بقى كلنا كده نستخدم إيه؟ هتقول أنا طلاب ولا نحن طلاب؟ لا نحن، يبقى نحن طلاب. إذا أردنا أو أراد اثنان أن يعبر عن أنفسهما يستخدموا إيه؟ هنقوله أنا طالبا ولا نحن طالبا؟ هناخده نحن. يبقى أنا ونحن
دي ضميران بيعبران عن ايه؟ عن المتكلم. ضمائر المتكلم اللي هي ايه؟ انا ونحن. انا ونحن. انا للمفرد لما واحد بس بيتكلم عن نفسه، انما نحن للجمع سواء 2 او 3 او اكثر من 3. خلاص، يبقى انا المفرد، نحن للجمع. يلا يا بطل، بيقول لك حول الجملة الآتية كما في المثال. بيقول لك هنا أنا عامل مجد، نحن عاملان مجدان، نحن عاملون مجدون. يبقى مفرد مثنى جمع. يلا، أنا محب للخير، تبقى إيه؟ نحن محبان مثنى، محبان للخير. لو عايزة أخليها جمع يبقى نحن محبون للخير. طيب، أنا كاتب صغير، دي مفرد، عايزة أخليها مثنى يبقى نحن كاتبان صغيران. عايزة أخليها جمع يبقى نحن كتاب صغار. خلاص، يلا يا بطل، بيقول لك إيه هنا؟ بيقول لك نحن متعاونون في الخير، دي جمع بقى. بيقول لك هاتها لي مثنى وهاتها لي مفرد. انا هاخد بقى المفرد من نحن، ايه؟ هقول انا، ما هي نحن للجمع وانا للمفرد. طيب، متعاونون دي جمع، عايزه اخليها مفرد يبقى متعاون، يبقى انا متعاون في الخير. خلاص، طب انا عايزه اخليها مثنى يبقى نحن، ومتعاون دي تبقى متعاونان 2. نحن متعاونان في الخير. حلينا صفحه 53 يا بطل، ننتقل الى صفحه 54. اهم حاجه حط لايك للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من اصدقائك وزمايلك والكل يستفاد. يلا بينا. بيقول لك هنا دخل المعلم فصله فلم يجد بعض التلاميذ، فسأل قائلا أين حسين؟ فرد زملائه هو غائب اليوم. وسأل أين التوأمان أحمد ومحمد؟ فقال التلميذان هما في مسابقة الرسم. ثم كرر سؤاله أين مجموعة الخط؟ فقالوا هم مهتمون بتزيين جدران المدرسة. الكلمات الملونة بتسمى ضمائر إيه؟ هو، وهي، وهما، وهم، والكلام ده كله دي ضمائر غائب. ضمائر الغائب 5 يا بطل، اهم 5، احفظهم صم. هو، وهي، وهما، وهم، وهن. طيب، هو وهي وهما وهم وهن. طيب، بيقول لك هنا دي اسمها ضمائر غائب. الضمائر التي لم تذكر في الفقرة اللي هي ايه؟ هن وايه وهي، اللي هما الاثنان معا. من خلال تعبيرك عن الصور تعرف الاستخدام الصحيح لكل ايه صورة. هتقول هو ايه؟ هو جندي، هم جنود، هو للمفرد وهم هنا للايه؟ للجمع. طيب، من خلال النشاط السابق اكمل. بيقول لك لكل ضمير من ضمائر الغائب استخدام خاص بيه. هو وهم وهي وهما وهن. طيب، المفرد المذكر هناخده ايه؟ هو. هو للمفرد المذكر. هو تلميذ مجد، هو يذهب الى النادي. المفرد المؤنث هي، يبقى هي تلميذة، هي مجدة، هي طالبة، هي طبيبة، هي معلمة. حاجة واحدة بس مؤنثة. طب المثنى المذكر والمؤنث 2 مثنى و2 مذكر، ناخده ايه؟ هما تلميذان مجدان، هما معلمتان بارعتان. الجمع المذكر يا شباب بياخد هم، جمع المؤنث بياخد ايه؟ هن. السؤال الأخير بيقول لك اكتشف الخطأ وصوبه وقاعد كتابة الجملة. لما يقول لك هو محبان للعلم للمعلم للعلم، لا ما ينفعش نقول هما محبان للعلم، هما يبقى هو دي خطأ. هن طلاب مجدون، لا يبقى هم طلاب مجدون، مش هن دي الجمع الإناث. هي طالبات جميلات الخلق، لا يبقى هن طالبات جميلات الخلق. هي رسامتان موهوبتان، ينفع نقول كده ولا نقول هما للمثنى؟ رسامتان موهوبتان. كده يا بطل حلينا صفحة 53، حلينا صفحة 52 و53 و54. يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك جميل منك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.